فضح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أطماع رئيس دولة الاحتلال التركي رجب طيب أردوغان في سوريا ونهب ثرواتها، مؤكدا أنه استولى على سوريا بشكل غير ودي. وأشار ترامب إلى أن دولة الاحتلال التركي تسيطر على المسلحين الذين أطاحوا بالرئيس المعزول بشار الأسد، في دلالة واضحة على دور أردوغان في تسليح التنظيمات الإرهابية طيلة السنوات الماضية واستخدامها كأداة لقتل الشعب السوري. وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع محاولات تركية جديدة لاغتصاب أراضٍ سورية وفرض نفوذ جديد في ظل صمت دولي وإقليمي على الجرائم التركية، ووسط تعاون من التنظيمات الإرهابية المسلحة التي سيطرت على دمشق. كما كشفت تقارير تركية عن نية أردوغان زيارة دمشق قريبا والصلاة في المسجد الأموي، ساعيا من خلال ذلك إلى إعلان انتصاره المزعوم وتحقيق الحلم بالسيطرة على سوريا